باسم من الملك في قبضته يتصرف فيه كيفما يشاء. حكم على نفسه بالبقاء وحكم علينا جميعا بالفناء. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، الذي بعثه ربه إلى العالم كله، فكانت بعثته إكراما لأمته. فما أكرمت أمة الحبيب إلا لأن قائدها رسول الله، وما نالت أمة الإسلام عزها ومجدها إلا استمدادا من عز سيدنا محمد. الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو والهدى، نور أهل على الوجود ورحمته، بحر من الأمان والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطه قد تأسى واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه، من فيضه أهدى الوجود محمدا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين، تلازم الليل مع النهار وتلازم الطيور مع الأشجار، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد أحبتي، فتعيش أمتنا الإسلامية يومنا هذا وهو يوم عاشوراء. فما مناسبة هذا اليوم؟ كي يعلم الصغير والكبير فضل هذا اليوم. لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء، فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق، فصامه النبي وأمر الناس بصيامه. طيب، يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، الموقف ده حصل فين؟ وايه اللي حصل فيه؟ وماذا حدث لموسى عليه السلام مع فرعون وجحافله؟ أمور أقولها بعد أن تصلوا على سيدنا محمد. احنا مش هنطول لأن الشيخ الحاج عبد الله خدني من بره على السماعة وأنا تعبان أساسا، فده وحامي مش هنطول، ولكن يعني برضو الموضوع ياخد حقه. يعني في سورة الشعراء ربنا بيقول ايه؟ ركز معايا جامد. لما يكون إلك مشكلة ورحت للواء فلان سعادة الباشا فلان ومش عارف ومين ومش قادر تحلها، كل ما تروح واحد لواحد يقول لك لا موضوع صعب مش قادر، وانت حاسس ان انت تعبان ولك حق، عند ذلك لا تعتمد على أحد من البشر ما دامت تقطعت السبل معهم، ولكن اطرق باب واحد هو من؟
سينجيك ربك وسيعطي ربنا حل امرك على اقل الاسباب. ازاي؟ في سورة الشعراء ربنا بيقول ايه؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وحد. يعني ايه الكلام ده؟ فر موسى بالمؤمنين معه ووصلوا قرب البحر وإذ بأصحاب موسى ينظرون خلفهم فيجدوا فرعون وجحافله فقالوا احنا حاجة من الاثنين، يا ميتين يا غرقانين. ذاك ربنا بيقول ايه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني لا هنغرق يا فرعون هيلحقنا ومش هيسيبنا. فسيدنا موسى قال لهم ايه بقى بلسان الواثق بربه؟ قال ايه؟ مش هقول لك قال ايه وعمل ايه الا لما توحدوا بصوت عالي. ركز. قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا. ليه؟ ان معي ربي سيهدين. وبعدين قم تيجي الإشارة من ربنا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. الفاء في أوحينا بيسموها فاء الترتيب والتعقيب. يعني ساعة ما سيدنا موسى قال إن معي ربي سيهدين ربنا قال له يا موسى النجاة معك. قال له أعمل إيه؟ قال له اضرب بعصاك البحر. ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم، لدرجة ان بعض العلماء قالوا ان البحر انقسم الى 12 طريق لانهم كانوا 12 قبيلة وهم نفسيهم مش طايقين بعض، مش طايقين اللي حواليهم، مش طايقين بعض. فربنا جعل لهم 12 طريق حتى لا يعتدي فريق على فريق. نجى الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. لما مروا بعد البحر ونجاكم ربنا عدوا الناحية الثانية. يوم اثنين قالوا لسيدنا موسى عايزين نشرب. ده هم في الجبل عايزين نشرب. فسيدنا موسى يسأل الله عز وجل فربنا يقول له يا موسى اضرب بعصاك الحجر. ركز معايا جامد. في الأول قال له اضرب بعصاك البحر فجعلت العصا البحر جبلا. في المرة الثانية قال له يا موسى اضرب بعصاك الحجر. ايه موضوع العصاية ده؟ قال لك ليس الامر في العصا ولكن الامر في الامر وهو من؟ الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. ولذلك كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة قالها موسى عليه السلام
وجحافله. وكلمة قالها الحبيب لصاحبه في الغار لما قال أبو بكر لحبيبنا: يا رسول الله، والله لو نظر أحدكم إلى قدميك لرآنا. فقال حبيبنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه فمن عليه. ولذلك لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وكفكف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك. واسأل البدر مطلا في الدجى، باعثا أضواءه ما أروعك. واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك. وسل الجنين في بطن أمه من يرعاك الآن، من ذا أشبعك. وسل رسول الله وقل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك. إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. من اعتمد على مالكه قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا ذل ولا اختل، لأنه اعتمد على صاحب المملكة الدائمة وصاحب العز الدائم. فمن هو؟ إنه الله. ولذلك الإمام ابن كثير يروي أثرا في تفسير سورة النمل، والأثر أنا هقوله اللي عايز يطلع عليه، النت موجود ما خلاش الناس عايزة حاجة. ادخل على تفسير سورة النمل للإمام ابن كثير وهتلاقي الأثر ده صححه العلامة الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير. في سورة النمل ربنا بيقول ايه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقال كان في واحد اسمه محمد ابن داود الدينوري، بيعمل ايه الراجل ده؟ قال لك كان عنده بغلة، البغلة دي كان يحمل عليها الناس كراء. يعني ايه كراء؟ زي الطفطف كده بالأجرة، ياخد واحد من طويحر يوديه كف حافظ، من طويحر يوديه المحطة. وفي يوم ماشي فركب خلفه رجل، ولما وصل إلى طريق مفترق، يعني على كوبري فرغالي كده، كده تخش على البحر، كده تخش على محمد. فسيدنا محمد بن داود الدينوري بده يمشي من طريقه المعتاد، فالراجل قال له اسلك هذا الطريق فإنه أقرب، يعني حتى كده خرمة كده. فقال له لا علم لي به. قال له لقد جربته كثيرا وهو أقرب إلى مبتغانا. فسار محمد بن داود في طريقه المجهول مسافة قصيرة وإذ بالطريق منقطع، فنظر حوله فوجد آثارا لآدميين قد ماتوا، وجماجم وعظاما لآدميين قد فنوا. فعلم محمد بن داود آنذاك أنه هالك لا محالة، فقال للرجل من
أنت وماذا تريد؟ قال أريد قتلك وأخذ مالك. عند ذلك نظر محمد بن داود وتفرس حوله فلم يجد من البشر أحدا. إلى من يلجأ؟ بمن يستغيث؟ من ينادي؟ إذ به يقول للرجل دعني أصلي لله ركعتين. قال له صلي وأنا مستنيك. ماشي صلى. قام الرواية تقول ايه بقى؟ تقول قال محمد فوقفت في صلاتي فارتج علي القرآن. يعني ارتج. المتشابهات كثيرة، ممكن يبقى مثلا بيقرأ في هود يدخل على الأعراف، يدخل على الشعراء، ماشي. أما ارتج يعني مش فاكر ولا آية، نسيت كل حاجة. من هول الموقف ارتج علي القرآن فلم أتذكر آية من القرآن حتى أتى على خاطري قول ربي اسمع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يقول فظللت أكررها والرجل من خلفي يقول أفرغ صلاتك فإني قاتلك. قال فسلمت عن ميمنتي وسلمت عن ميسرتي فلمحت على مرمى بصري فارسا على ظهر جواده جاء مسرعا. والكلام أقول في تفسير ابن كثير وحققه العلامة الصابوني في المختصر، ركز معايا. قال فلمحت على مرمى بصري فارسا على ظهر جواده جاء مسرعا بحربة رماها في فؤاد السارق فقتله. فامسكت بتلابيب ثيابه وقلت له عبد الله بالله عليك من أنت ومن الذي أرسلك في مكان المنقطع الذي لا نرى فيه من البشر أحدا ولا يرانا فيه من البشر أحد؟ يعني واقف سلم لقي فارس جاي في له حربة رماها في فؤاد السارق فقتل. راح جا ماسك جلابيته كده قال له مش هسيبه. قول لي انت مين؟ قول لي انت مين؟ في مكاننا المنقطع الذي لا نرى فيه احدا ولا يرانا فيه احد من البشر. ركز. قال يا محمد أدعوت الله؟ قلت نعم. قال يا محمد بما دعوت ربك؟ قال دعوت ربي بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال يا محمد أبشر فأنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فمن الحافظ؟ من الذي ينجي من الكروب؟ من الذي ينجي من الشدائد؟ لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل ربي سبحانه أن يرحم راحلتنا برحمته الواسعة. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. أبدلها دارا خيرا من دارها جاف الأرض عن جنبيها. اجعل اللهم قبرها روضة من رياض جنتك. بعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. أوردها حوض حبيبك محمد. أنلها شفاعته. أدخلها الجنة بفضلك لا بعدلك وبكريم غفرانك وضمانك وأمانك. شكر الله مسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.